في بيوت الكبة ما كانت وصفة، كانت امتحان. إذا نجحت البيت كله كان يفرح، إذا فشلت الأم كانت تسكت وتعيدها من جديد. وأغرب شي ولا مرة مسكت كاسة ولا ميزان. واليوم عملت الكبة مثل ما تعلمناها منها. اللحمة كانت أول خطوة، مو لأنه الأهم، لأنه هي الأساس. أمي كانت تقول الكبة اللي ما لها أساس بتوقع من أول قضمة. والسر مو بالبهارات، السر بالصبر. والبرغل دائما كانوا يتعاملوا معه بلطف، لا استعجال ولا قسوة، ولا مي كتير ولا مي قليل. هيك كانت تقول دايما الكبة مثل الأولاد، إذا ضغطت عليها بتتكسر. طحنة على الوسط وطحنتين على الناعم. ولا مرة سألتها ليش، بس لما كبرت فهمت. في أشياء بالحياة لازم تمر بمراحل، مو دفعة وحدة. بهي المرحلة البرغل ما بده استعجال. البرغل ما بينطحن بمرة وحدة وبيصير مرة وحدة كبة. بينطحن وبيرتاح وبيرجع بينطحن، لأنه الكبة ما بتحب العجلة. مرة على الوسط ومرتين على الناعم، وكل مرة عم يتغير ملمسها شوي، لحد ما تصير العجينة تعرف ايدك. نعجنها بهدوء، مش لنقويها، بس لحتى نعرفها شو بدها تكون. وبالماكينة بترجع بتطلع ناعمة ومتماسكة كتير، ولا غلطة فيها. وهون بلحظة التشكيل بتبين الخبرة، مو بالحجم، بالإحساس. بتعرفيها إذا ظابطة أو لا. كل حبة إلها شكلها، بس الروح وحدة. إيد بتفتح حبة الكبة وإيد بتشكلها، وحبة ورا حبة عم تكبر الكمية قدامنا. وبعد شوي ما عدنا عم نشكل كبة، صرنا قدام طبق كبير. الكمية بتشبه لمة وبتقول إنه التعب ما راح. الزيت سخن والكبة جاهزة. أول حبة بتنزل والصوت لحاله بيحكي، وحدة ورا وحدة لحتى ما يصير اللون ذهبي، والريحة تملأ البيت.
وهيك كانت النتيجة، كبة مقرمشة من برا وطرية من جوا. منحطها بالطبق ومنرشلها رمان. الرمان للزينة، لأنه الطعم لازم يذكرك إنه الحياة فيها حامض وحلو. ومنختمها بهدوء لأنه الكبة ما بدها استعراض، شكلها لحاله بيحكي. هيك كانت بتنعمل وهيك كانت تنجح. أمي ما كانت تعرف ميزان ولا كانت تعرف تحسب بالغرام، بس كانت بتعرف شي واحد: إذا طبخت من القلب النتيجة دائما مزبوطة. إذا هالكبة ذكرتك بشخص أو ببيت اكتبي اسمه بالتعليقات. هون الوصفة حكاية مو بس أكل. بشوفك بوصفة جديدة. سلام.